السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل النهاردة بقى احلى زبادي تعمليه في بيتك، واحلى طبق فول تتسحري بيه. يلا بقى بينا نشوف عملنا ايه من غير ما نطول عليكم الفيديو. طبق فول بجد بجد، اللي هياكله عندك هيحلف بيه. وكمان هنعمل من كيلو لبن كمية زبادي حلوة هتكفيكي يومين. انتوا عارفين طبعا الاسعار دلوقتي عاملة ازاي، فاحنا نعمل كل حاجة في بيتنا احسن. بصوا بقى، هنا معايا انا نص كيلو من الفول المدمس اللي هو البلدي، ومعايا ربع كيلو فول مدشوش. انا خدت نصه بس، يعني جبت ربع كيلو فول مدشوش خدت نصه بس. يعني خدنا تمن، نص فول مدمس، تمن مدشوش، وتمن عدس اصفر. تمام، يعني جبت ربع عدس خدت منه شوية، وربع فول مدشوش خدت منهم شوية. حطيت بقى معاهم جزراية وطماطمايه. بس كده؟ لا طبعا، هنحط كمان مكونين. نحط الخل، قد معلقتين 3 خل كده، ونص معلقة صغيرة من الكركم. بس كده الفولة هتطلع معاكي حلوة جدا. كمان الكركم هيطلع معاكي، هيخلي الفول معاكي لونه فاتح. الخل يا جماعة بيخلي الفولة برضو القشرة بتاعتها تبقى مهرية، ما تبقاش مجلدة كده وتضايقك في الاكل. بصوا بقى، انا ما بنقعش الفول. بصوا، ولعنا النار على نار كده شمعة، وطيناها خالص، وحطينا ميه مغليه، ميه في الكتل، ميه مغليه سخنه. عايزه تحطيها بارده وتغلي معاكي براحتها مفيش مشكله، بس انا حطيت الميه بتغلي يعني. تمام، سيبنا بقى الفول كده على نار شمعة، ورحنا بقى ايه للزبادي. معايا هنا معلقتين من السكر، معلقتين يعني مش هرميين، يعني معلقتين كده، يعني مساح كده او مهزوزين. ومعايا كمان معلقتين من اللبن البودر، ومعايا معلقتين كمان من الزبادي، اي نوع زبادي، الزبادي الالماني او الزبادي البلدي مفيش مشكله. ويبقى هناخد، بصوا ده كيلو لبن انا كنت غلياه من بدري وحطاه في التلاجة. بصوا عمل وش. بصوا بقى، بركن كده الوش على جنب كده، وهاخد بمج صغير ايه قد كوبايتين كده، او يعني مجين. احطهم بقى على المكونات اللي معايا، معلقتين من السكر، معلقتين من اللبن البودر، ومعلقتين من الزبادي اي نوع. احط عليهم كمية لبن كده من اللي معانا، ده لبن بلدي جاموسي. وهبتدي ان انا اضرب ايه السكر واللبن البودر والزبادي مع بعض. بعد كده بقى ايه، هضيف عليه بقية المكونات، اللي هو ايه بقى، اللي هو اللبن الجاموسي، بقية اللبن. يعني هنحط بقى بقية اللبن، يعني احنا بناخد جزء بس من اللبن، نضرب فيه الزبادي والسكر واللبن البودر. تمام. بصوا بقى، هنا انا كنت ضربت كمية اللبن كلها مع الزبادي والسكر واللبن البودر. معايا بقى هنا البرطمانات دي يا جماعة بتاعت مكنة الزبادي، المكنة الكهربائية. فممكن تعملي في كوبايات، في مجات، اي حاجة عندك يعني. تمام. كيلو اللبن ده هيطلع لي 7 كوبايات من الزبادي. طبعا انا عاملة كوبايات كبيرة، والبرطمانات دي يا جماعة برضو كبيرة، يعني لو قللتي في حجم البرطمانات او الكوبايات هيطلع معاكي كمية اكبر من كده بكتير، وهتبقى موفرة جدا، والطعم تحفة. بصوا بقى، هنا انا كنت عاملة فراولة مركزة لعصير رمضان. هنزلها لكم فيديو منفصل. الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت الولاد في الشارع، طبعا انتوا عارفين وقت السحور كل العيال في الشارع بتلعب كورة. تمام. بصوا بقى، خدت كده من العصير الفراولة ده، طبعا انا عاملاه مركز فهو تقيل شوية، يعني كان هيقرب يبقى مربى كده. هنزل لكم الطريقة بتاعته على القناة في فيديو منفصل. خدت بقى ايه كام معلقة، كل برطمان حطيت فيه معلقة من المربى او الفراولة في الارضية كده. وابتديت ان انا ايه انزل عليه باللبن الدافي كده. طبعا يا جماعة اللبن ده دافي دافي، مش سخن ولا بارد. تمام، يعني واخد درجة حرارة الغرفة كده او فاتر. انا عملت 4 سادة و3 بالفراولة زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا يعني بفضي اللبن بالراحة،
بس ايه الفراولة برضو بتطلع لفوق شوية، بس هي هتنزل تاني برضو هتركز تحت. بصوا اهي بتطلع معايا، بتطلع حاجات بسيطة يعني، وبعدين هتنزل تاني دلوقتي. طبعا انا المرة دي مش هعمل بالمكنة الكهربائية بتاعت الزبادي، انا المرة دي هعمل في صينية الطريقة العادية خالص، عشان لو ما عندكيش مكنة كهربائية ما تقفيش على حاجة. هبتدي بقى ايه، بصوا الكوبايات يا جماعة، الكوباية دي كوباية يعني كوباية المطبخ، عاملاها الا ربع اهي. طبعا ده كده كمية دي قد علبتين من الزبادي البلدي. والبرطمانات دي برضو كمية برضو قد علبة ونص من الزبادي البلدي. هنا معايا صينية عادية خالص، طبعا انتوا شايفين جنب الصينية الفول اهو، شايفينه انا لسه حطاه على النار، معلقة عليه على نار شمعة، سايباه براحته خالص. انا ما بنقعش الفول يا جماعه، تمام، عشان القشره ما تجلدش. كل ما تنقعي الفول القشره تجلد معاكي. بصوا بقى هرص كده الزبادي بتاعي في صينيه الومنيوم، ستانلس، تيفال، مش هتفرق. جبت بقى ايه الكاتل كده فيه ميه مغليه، هبتدي ان انا احط الميه، يعني الميه تيجي لغايه نص الزبادي، يعني نص كميه الزبادي، نص المسافه، يعني ما تجيش عند فوق البرطمان او الكوبايه، لا تيجي نص الكوبايه. تمام، هبتدي بقى ايه، طبعا البرطمانات متغطيه بغطاها، لكن الكوبايات لازم تتغطى باي حاجه، فانا ما عنديش ورق حراري او الرول ستريتش، فحطيت ورق سلوفان. وهنا بقى جبت فوطه عشان اكمر الحراره يعني. تمام، هنا بقى ايه، كان ابتدى يعني، كان هنا بقاله حوالي 7 ساعات، دخلته بقى التلاجة. تمام، وهنا بعد ال7 ساعات بقى على نار شمعة. بصوا بقى الفول لونه تحفة تحفة يا جماعة. هوريكم بقى كده ازاي استوى. طبعا كان الزبادي طبعا كان معايا برضو استوى، انا كمرته كده وسيبته على البوتاجاز لغاية يعني برضو خد الصهد بتاع الفول، وهو بيستوي كده خد الصهد، الزبادي اخد الحرارة بتاعت الفول كده. يعني حطيه في مكان دفى، الزبادي لما تعمليه حطيه في مكان دافي، وبعد 7 ساعات ولا 6 ساعات دخليه التلاجة وخدي احلى نتيجة. شفتوا بقى الفول، بصوا شايفين، هنضربه بقى بالهاند بلندر كده، لان احنا طبعا ما بناكلش الفول كده حبيبات، احنا بنحبه مطحون. لو انتي حباه كده حب مفيش اي مشكله، هو القشره معاكي مش مجلده خالص لان احنا ما نقعناش. وزي ما قلت لكم كل ما تنقعي الفول القشره تجلد معاكي، وبعد شويه بعد ما تطفي على الفول ويبرد لون الفول بيسود. تمام، ملحوظه يا جماعه، بصوا لون الفول هنا عامل ازاي. طبعا ده من الكركم ومعلقتين الخل اللي احنا حطيناهم، معلقتين الخل عشان يحتفظ بلونه، وعشان القشره ما تبقاش مجلده، والكركم برضو عشان يديني لون حلو وطعم حلو. طبعا ما تكتريش كركم. وطبعا انا هنا بقى استكفيت بان انا احط معلقه من معلقه السمنه البلدي، عايزه تحطي زيت وليمون مفيش مشكله، بس انا الفول بالنسبه لي سمنه بلدي وملح وكمون وخلاص كده، عشان طعم الفول ما يغيرش مني، انا بحب طعم الفول بالسمنه البلدي. معايا هنا بقى كنت خلصت هنا السحور خلاص، دي جبنه قريش هنزل لكم الوصفه بتاعتها في فيديو منفصل. وحمرت بطاطس وخيار وطماطم وبيض مسلوق. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.